اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا رب تكونوا بخير. من الفيديو اللي فات جايه لكم النهارده بفيديو جديد. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده. ونصيحه يعني اشتركي وفعلي الجرس لان انا بجهز شويه فيديوهات للدراسه هتعجبكم جدا. وما تنسوش كمان لايك للفيديو وشير والكومنتات الحلوه بقى بتاعتكم. انا بصراحه زعلانه قوي من قله التفاعل. يا جماعه فين الحماس اللي كان موجود ايام الفيديو بتاع الحصاله؟ يعني انا بجهز لكم فيديو افكار موفره للدراسه واللانش بوكس والحاجات دي. هيعجبكم جدا. فانتوا ضميركم بقى، انتوا ضميركم في اللايك والشير والحاجات دي. النهارده كده هنعمل فيديو خفيف كده من اكلات الصيف. معايا نص كيلو صدور فراخ. خدت جزء منها قطعتها زي ما شفتوا كده مكعبات صغيره خالص، والباقي هقطعه شرايح كده شويه شبه شرايح الشاورما او الفاهيتا، وهنشوف هنعمل بيه ايه. تمام. طبعا انا بعتذر عن الاضاءه لان للاسف النور بيقطع عندي في التوقيت بتاع تحضير الغدا يعني. فانا اول حاجه بعملها ان انا بفرم الحاجات اللي انا محتاجاها في الكبه، نحطها على جنب وبعد كده ببدا اكمل. هنا في الكبه كنت حاطه نص بصلايه متوسطه، حبايه طماطم صغيره، فلفل اخضر برضو حته كده، يعني لو الفلفل الاخضر اللي عندك كبير حطي نصها. فرمتهم في الكبه وهبدا ان انا ازود عليهم التوابل اللي انا عايزاها: ملح، فلفل اسود، شطه، وبهارات بهارات فراخ. عايزه انتي تحطي اي باكت من يعني البهارات الجاهزه اللي هي بتاعه الشيش طاووق، الشاورما، الحاجات دي براحتك. عايزه تحطي اللي هو برضو الكيس بتاع ال11 بهار ده برضو بيبقى حلو قوي، بيدي الاكل طعم حلو. براحتك. البهارات دي طبعا زي ما انتي عايزه يعني. حطيت كمان معلقتين من الزيت، وهحط معلقه خل، وهبدا ان انا اقلب التتبيله دي الاول، وبعد كده هحط عليها كمان عصير نص ليمونه، وبعد كده هبدا ازود عليها الفراخ اللي احنا مقطعينها شرايح طوليه اللي هي كبيره شويه، مش المكعبات الصغيره. انا المكعبات الصغيره ده اخده جزء صغير من الفراخ، والجزء الاكبر عاملاه اللي هو الشرايح دي. في التوقيت ده طبعا تقدري تدوقي التتبيله تشوفي توابلك مظبوطه ولا لا. انا حطيت كده الفراخ وسبتها مع نفسها شويه، يعني مش كتير، نص ساعه ساعه على حسب يعني ما الوقت يسعفك يعني. عايزه اقول لكم ان في التوقيت ده كان ريحتها حلوه جدا جدا. التوابل زي ما قلت لكم زي ما انتوا عايزين، ممكن تحطي الباكت الجاهز ده مع معلقه زبادي ومعلقه زيت، يعني دي براحتك. انا مجرد بديلك فكره وانتي تنفذيها بالطريقه اللي انتي عايزاها. تحطي حاجه في التوابل زياده بتحبيها زودي، ما بتحبيش حاجه فيهم شيليها، براحتك خالص. في حله تانية كده على النار انا قلت لكم ان انا حطيت نص بصلايه، النص التاني من البصلايه قطعتها كده وحطيتها في شويه زيت، وهبدا ان انا ادبل البصل. بس انا مش عايزه البصل ياخد مني لون، هدبل البصل بس ان هو يبقى لونه شفاف كده ويبدا يدبل، يعني افتح من كده كمان. هو يعني انا سرحت شويه. وبعد كده هبدا انزل عليه بمكعبات هنزل عليه بمكعبات الفراخ اللي احنا مقطعينها صغير. انا هكتفي النهارده بمكعبات الفراخ. انتي تقدري ان انتي تزودي كمان بسله وجزر وتبقى الاكله كلها في حله واحده يعني. عايزه تزودي الخضار براحتك، عايزه تعمليها كده بالفراخ بس برضو براحتك. حطيت كده على الفراخ رشه من 7 البهارات ورشه من الفلفل الاسود، وهبدا ان انا اقلب الفراخ. طبعا هي متقطعه مكعبات صغيره خالص فمش هتاخد وقت خالص في السوى. مجرد ما تدخل كده في السوا هبدأ ان انا انزل عليها الرز اللي انا غسلاه كويس ومصفياه، وبعد كده هقلب يعني الرز الاول كده لما احس ان الرز كله اتغلف في الماده الدهنيه. هبدا ان انا ازوده بميه سخنه، وابدا طبعا هظبط بقى الملح بتاعه، وهسيبه يستوي السوا بتاع الرز العادي. عايزه تحطي بودره زعفران تعمليه رز اصفر براحتك، عايزه تحطي كيري او كركم برضو براحتك، بس انا اكتفيت بالفراخ بس. عايزه كمان تحطي مكعب مرقه دجاج
بيعزز الطعم قوي. بس انا بصراحه بستعملها كتير في الاكل، فقلت ايه يعني طالما انا كده كده حاطه مكعبات فراخ فكفايه، يعني مش لازم ان انا ازود المرقه. يعني ممكن برضو تحطي من هي اكياس المرقه الفوريه. خلاص. هنا بقى زودت الرز وهبدا ازود الميه. انا للاسف في التوقيت ده بقى الكاميرا فصلت مني، وطبعا كان النور قاطع، ما خدتش بالي، بحاول اخلص بسرعه عشان الحر اللي في المطبخ. ف ما خدتش بالي ان التسويه ما ظهرتش معاكم. التسويه سهله جدا. انا قطعت على الفراخ شرايح طوليه كده من البصل ومن الفلفل الاخضر. لو عندك فلفل الوان حطي برضو، بيبقى طعمها حلو قوي وبتدي شكل والوان حلوه كده. وفي جريل او في طاسه على النار سخنتها كويس قوي، وحطيت عليها معلقتين زيت كده بالعدد، معلقتين زيت بس. ولما سخنت كويس قوي بدات ان انا انزل عليها الفراخ اللي انا متبلاها، بس على مراحل. يعني ما نزلتش الفراخ مره واحده، بحيث ان درجه حراره الجريل يعني ما تنزلش مره واحده وتبدا الفراخ تنزل ميتها. تمام. شايفين اللسعه بتاعه الشوي اللي في الفراخ دي؟ لو الفراخ نزلت ميتها مش هتبقى بالشكل ده. بنزلها كده واحده واحده على مراحل، وما بقلبهاش غير لما، يعني ما تقلبهاش غير لما تحسي ان هي مسكت نفسها، علشان برضو ما تتهراش منك او ما تنزلش ميتها. كل ده على نار عاليه. بيبقى طعمها حلو قوي، وبتبقى ريحتها فعلا قلب البيت والله. وشبه يعني الاكل اللي احنا بنجيبه من بره كده. يعني الطبق ده لو رحتي كلتيه بره هتدفعي فيه يعني شويه حلوين. زي ما قلت لك الفلفل الالوان برضو بيديها طعم وريحه حلوين جدا، بس انا ما كانش عندي. طبعا ما بنوقفش نفسنا على حاجه، يعني اللي عندك اشتغلي بيه. وزي ما قلت لك برضو التوابل زي ما انت عايزاها. الرز تقدري تحطي فيه خضار علشان يعني تبقى الاكله كامله، يعني اكله صحيه يعني وفيها كل العناصر الغذائيه. بتعجب الاطفال جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. وزي ما قلت لكم ما تنسوش تتابعوا معايا القناه، علشان الفيديوهات اللي جايه بتاعه تحضير الدراسه كويسه جدا جدا جدا. هتندموا، يعني اللي مش هيتابع هيفوتوا كتير. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. وما تنسوش اللايك والشير، وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس. باي باي.